5 حاجات ما تعرفهاش عن ميه التبريد اللي بتحطها على عربيتك. اول حاجه، ميه التبريد بيبقى فيها ماده مانعه للتجمد اسمها الايثيلين جلايكول، وده علشان الميه ما تتجمدش في درجات البروده العاليه وتبوظ الموتور في الشتاء. تاني حاجه، ميه او سائل التبريد بيبقى فيها ماده زيتيه، وده علشان تحافظ على عمر ترمبه الميه وتمنع الصدى والتآكل. تالت حاجه، الماده الاساسيه اللي موجوده في سائل او ميه التبريد بترفع من درجه الغليان بتاعتها، فبدل ما تغلي عند درجه حراره 100 زي الميه العاديه بتغلي في درجات حراره اكبر، وده هيخلي الموتور بتاعك شغال مرتاح بدل ما يبقى فيه ضغط زياده جوه دوره الميه، علشان الميه درجه حرارتها بتوصل ل 98 و99 وساعات 100 درجه مئويه، وده هيخلي لو انت حاطط ميه عاديه تغلي وتزود الضغط جوه دوره التبريد، وبالتالي لو فيها اي وصله ضعيفه او خرطوم ضعيف هيضرب، وده اللي بيحصل مع اغلب الناس في الصيف. رابع حاجه، ميه التبريد مش باللون بتاعها، يعني المواصفه حاجه واللون حاجه. عادي انه يبقى فيه ميه خضراء وميه زرقاء والاثنين نفس المواصفه. اللون ده هو لون صناعي الشركه بتحطه عشان لما يحصل عندك تسريب تعرف التسريب ده جاي منين، لان ميه التبريد لما يحصل لها تسريب هتتبخر بسهوله ومش هتسيب وراها اي اثر غير اللون بتاعها. خامس واخر حاجه، سائل التبريد المركز بيتخفف بميه مقطره بس، لان الميه المقطره مش زي الميه العاديه، بيبقى متشال منها الاملاح والمعادن اللي في الميه العاديه، وبالتالي قدرتها على ان هي تخلي المعدن يصدي اقل. وعلشان كده زي ما قلنا قبل كده، سائل التبريد لما مستواه ينقص ما يتزودش بميه عاديه ولازم ميه مقطره. اكتب لي بقى في الكومنتات كنت عارف المعلومات دي ولا لا، ولو عندك اي مشكله او سؤال في عربيتك اكتبه لي في الكومنتات.